السلام عليكم أصدقاء في فيديو جديد. اليوم غادي تشوفوا فضيحة عمي تبون. هاد نهار صلاة العيد ديال عيد الأضحى، يعني تبون ولا كيقلد الملك محمد السادس في صلاة العيد وداك الشيء. من بعد ما كثر عليه الخير والقار وقالوا لي علاش ما كتصليش حتى نتايا وهادي ولا كيصلي ولاو كينقلوا داك الشيء في التلفازة المباشر ديالهم. فغادي طرا واحد الفضيحة ما كانتش في الحسبان، يعني غادي طراو من وراها بزاف ديال العواقب. خليكم مع هذا الفيديو باش تفهموا شنو وقع. ما سأنشره الآن مقاطع سرية، ولكن أنا مضطر أني نتكلم عليها حتى يفهم القائمين على تسيير شؤون البلاد أنه الناس مش راضية بما فيهم اللي يشتغلوا معاكم، بما فيهم اللي يشتغلوا معاكم في المطبخ في الرئاسة مش راضيين، مش عاجبهم الوضع، ما يحدث مش عاجبهم. المقطع الأول اسمعوا معايا، هذا اسمعوا معايا وعلقوا وحدكم. المقطع هذا بالأمس بعد صلاة العيد وتلقي التهاني، يعني رئيس الجمهورية تلقى التهاني من الرسميين، لأنه في صلاة العيد بالأمس كاين حوالي 5-6 صفوف، يعني المسجد ما كانش معمر، شفنا الكاميرات طبعا، كاين 5-6 صفوف. 4 صفوف الأولين أمن، يعني كاين الصفوف زوج الأولين، الصف الأول الرسميين الوزراء وأعضاء الحكومة، والصف الثاني مسؤولين طبعا وفيهم بعض مصالح الأمن الرئاسي، والصف الثالث والرابع وممكن حتى الخامس نفس الشيء، رجال أمن بالزي المدني، قندورة وكذا وكذا ورجال أمن. الصف الأخير مواطنين جاوا بكري، جاوا ممكن 10 تاع الصباح باش يصليوا العيد، لأنه ما يقدرش يدخلوا بعد، لما يوصل الرئيس ما كاش الدخول، المنطقة كلها مغلقة. كاين اللي جاوا ممكن صلاوا الفجر وقعدوا ثم، لأنهم على بالهم باللي يجي الرئيس، قاعدين ثم صلاوا الفجر وقعدوا، فيهم نساء ورجال. وحدة سيدة من السيدات اللي كانوا يصلوا في العيد، ممكن في راسها جات تصلي العيد باش توصل صوتها لرئيس الجمهورية، لأنها متضررة، ضرت يعني تهلكت. وش قالت المعيشة غلات، توصل صوتها للرئيس. هي على بالها بلي كان 4 صفوف تاع أمن ما توصلوش، لكن قالت ممكن نوصل له صوتي، ممكن يقول لهم عيطوا لهذه روح وش بيك، تحكي له مشكلتها. يا سيدي الرئيس انا ما عنديش سكنه، ما عنديش ماكله، ما عنديش شراب، ولادي مش خدامين، كذا كذا كذا، ممكن تحكي له همها. تعيط المعيشه غلات. كاين بعض اللي كانوا معها مواطنين نفس الشيء، رفعوا صوتهم باش يوصلوا صوتهم لأمير المؤمنين، لرئيس الجمهورية، لولي الأمر، لحاكم البلاد. يا سي تبون المعيشة غلات، مش قادرين نعيشوا، يا سي تبون مش قادرين نعيشوا، راه معيدناش كما الناس. لماذا ارتفع صوتها وتعيط؟ لأنه مصالح الأمن، المكلفين بالأمن جاوا سكتوها وخرجوها تعيط، والآن راهي معتقلة. إذن نقول للرئيس تبون، المرأة التي كانت تطالب بحقها وستقف معك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذه ما جاتش تدير في الفوضى مسكينة، جات تقول يا سي تبون رانا ميتين بالشر والمعيشة غلات، شوف لحالنا. تم اعتقالها وهي رهن الاعتقال الآن،
راهي بايته عند مصالح الامن، عند الشرطه، وممكن جدا يديروا لها تهمه بتهديد الامن العام، وممكن يديروا لها اي تهمه. اذا انا احمل المسؤوليه لمصالح الامن اللي اعتقلوها، ونتمنى أن هذه الرسالة تصل إلى رئيس الجمهورية. المرأة التي كانت يعني تطالب بحقها تم اعتقالها، والمكلفين بالصوت في التلفزيون الجزائري لأنه هما اللي نقلوا تم معاقبتهم نفس الشيء في انتظار محاكمتهم. نعم، فرقة التلفزيون اللي كانت مكلفة بتغطية صلاة العيد، جماعة تاع الصوت لأنهم نساو الميكروفون مفتوح، المعلومات اللي عندي أنهم راهن التحقيق، ما همش راهن الاعتقال، ولكن راهن التحقيق. شكون اللي دارها بالعاني؟ دار سابوتاج، خلى الميكرو مفتوح وين المرأة تعيط. علاش تخلوا المرأة صوتها يوصل للرئيس؟ مفروض ما يوصلش، راهي في الصف الأخير. ما إذا الصوت تاع المكبرات الصوت كان مفتوح، لهذا السبب اللي يوصل صوتها إلى رئيس الجمهورية. إذا هذا المقطع تاع الفيديو نتمنى أنه يوصل إلى رئيس الجمهورية، وهذه أمانة في أعناق محيط الرئيس. أنا لا أتكلم على زريبة الإعلام وزريبة الإعلام والاتصال، ما نهضرش عليها، نتكلم على محيط الرئيس العائلي. نتمنى من أفراد عائلة الرئيس أو من أقاربه أو أخوه أو أي واحد من العائلة يوصل له. قال المرأة مسكينة اللي طلبت حقها راهي في السجن، وجماعة اللي غلطوا خلوا الميكروات مفتوحين نفس الشيء راهم في التحقيق. لماذا توصلون الحقيقة إلى رئيس الجمهورية؟ وعلاش تكشفوا فينا وتروحوا تقول الرئيس باللي المعيشة شاغلات؟ لازم تتعاقبوا، لازم تتعاقبوا. إذا ما على بالكش سي تبون، الناس راهي تعاني، الناس راهي تعاني، وأسوأ عيد حسب أصداء ملايين الجزائريين، أسوأ عيد هو هذا العيد. إلا يكذبوا عليك يقول لك يا سي تبون باللي راهو مليون كبش وتوزع على الناس، أنا نقول لك يكذبوا عليك، يكذبوا عليك يا سي تبون. ما كان لا مليون، ما وزعوا على الناس، ما كان توزيع عادل، ما كان توزيع حقيقي، ما كان ما وصل الناس، ما عيدتش، ما عيدتش الناس، ما عيدتش إلا بعض العائلات. تمشتوا الاصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم، بغيت ردود الفعل ديالكم، خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات على التصرف هذا، على الصوره خدير ديك المراه اللي تسمع بزاف، في حين ان بنت ديره قال بان يعني تم معاقبه المراه بدخولها للسجن، ودوك المسؤولين اللي كانوا دايرين النقل المباشر للاحداث من المراسم ديال صلاه العيد ديال الرئيس عبد المجيد تبون، فحتى هما يعني تحاسبوا. يعني غالبا من النظام العسكري غادي يكون داهم الحبس عوض فاش يستقبل هذيك المراه ويقول لها شنو المشكل ديالك ويعاونها ويحل معها المشكل. لكن عمي تبون عنده راي اخر. خلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.